ما حكم صلاة الفريضة في الطائرة؟ إذا كان الإنسان يتمكن من أداء صلاة الفريضة في الأرض فهو أحسن وأولى، لأنه يطمئن بذلك ويتمكن من أداء جميع أركان الصلاة بسهولة ويسر. وإن كان لا يتمكن من ذلك جاز له أن يصلي في الطائرة، وصلاته في الطائرة على قدر قدرته ومدى استطاعته. إن تمكن أن يصليها كاملة بأركانها صلىها كذلك، وإن لم يتمكن صلى صلاة يؤدي فيها من الأركان ما يستطيعه. فمن عجز عن الركوع سقط عنه ويومئ إليه، ومن عجز عن السجود سقط عنه ويومئ إليه. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.